لعنة الله على الظالمين. أقول العقيدة الخمينية إن الموضوع جديد للغاية، ومن دخل معي في المداخلات فليدخل بآدب جم وفي ذات الموضوع بإذن رب البريات. أقول في بداية الحلقة اعلموا حتى أؤصل الموضوع أن هناك تشابها بين اليهود وبين الشيعة. هذا التشابه قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. احفظوا معي إلى النقطة الأولى. قال ابن تيمية أن اليهود قالوا لا يصلح في الملك إلا آل داود، كذا قالت الرافضة لا يصلح الملك إلا في آل علي، لا يصلح الملك إلا في آل علي. ثانيا قالت اليهود لا يخرج أحد للجهاد حتى ينزل المسيح الولها مشيح وحتى ينزل السيف ويأتي الصوت من السماء. قالت الرافضة لا جهاد حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء. الثالثة اليهود يؤخرون الصلاة إلى وقت اشتباك النجوم، كذا الرافضة يؤخرون صلاة المغرب إلى وقت اشتباك النجوم. الرابعة اليهود حرفوا التوراة، كذا الرافضة حرفوا القرآن وقالوا أن القرآن يبلغ عدده 18,000 آية، أي أن أكثر من ثلثي القرآن قد ذهب. اليهود لا يرون المسح على الخفين والروافض لا يرون المسح على الخفين. اليهود يبغضون جبريل ويقولون أنه وعدونا من الملائكة، والروافض يبغضون أيضا جبريل ويقولون إنه نزل بالوحي على محمد وكان الأصل أن ينزل على علي. اليهود والنصارى أنصفوا أصحاب أنبيائهم، والروافض هم شر الناس في هذا الباب، بمعنى أن اليهود حينما سئلوا عن أصحاب موسى تكلموا فيهم بخير، وأن النصارى حينما تكلموا عن أصحاب عيسى من الحواريين تكلموا فيهم بخير. أما هؤلاء الروافض فكفروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة يا أهل مصر، رسالتي هذه حتى وإن كانت هي الأخيرة أقولها لله جل وعلا. رسالتي هي الحب بإذن الله جل وعلا. أوجه الرسالة الأولى إلى الإخوان المسلمين. أنتم أهلنا وأحبابنا، أنتم أهلنا وأنتم منا، لذا فإني أنصحكم من باب قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والحديث في الصحيح. من أجل هذه النصيحة أنصح أهلي، أنصح إخواني، أنصح آبائي، أنصح إخواني، أنصح أبنائي من جماعة الإخوان المسلمين الذين يرون التقارب مع هؤلاء ويريدون أن يفتحوها بوابة لدخول هؤلاء. أقول لهم إن هذا الشر لو دخل مصر، لو تمكن من مصر كما قال القرضاوي حفظه الله، لصارت الدماء في كل مكان ولتناثرت الأشلاء في كل مكان ولكانت مصر عراقا ثانية والعياذ بالرحمن. اسمعوا معي ماذا قالوا في مصر. وهؤلاء الصوفية الذين فتحوا بوابة لدخول هؤلاء، وأشكر الأجهزة المسؤولة حفظهم الله جل وعلا على أنهم فاقوا لذلك أخيرا وأمسكوا بقيادات بعض الطرقيين، وعندهم من الشيعة ما عندهم، ومن الأموال ما عندهم، ومن الحث والحض على الدماء ما عندهم، ومن حزب الله ما عندهم. المهم يا ابن مصر يا من تعارض الزغبي، أقول لك خذها لله جل وعلا، فربما أنا أموت حينما أخرج من هذا المكان، وربما أموت الآن، وسأخذ بين يدي الرحيم الرحمن حافيا عاريا، لكني أنذر وأبلغ وأنصح وهي لله خالصة. يا أهل مصر أقول للإخوان، أقول للصوفيين، أقول الذين يدينون من هؤلاء، أقول الذين يثنون على هؤلاء، اسمعوا ما قالوا في مصر. أولا اسمعوها النقطة الأولى، وسلوني عن التخريج والتحقيق والتوثيق. أقول اسمعوا ماذا قال صاحب بحار الأنوار والقمي وتفسير العياش والبرهان والمجلسي وغيرهم. فهم يقولون أول نقطة أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام فجعل الله منهم القردة والخنازير. يقولون أن أبناء مصر هم الذين لعنهم داود. كذبوا والله وحرفوا كلام الله جل وعلا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود فجعلوا المصريين هم الملاعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلوني عن المصدر، لن أخذلكم في كلمة واحدة. بحار الأنوار عندهم الكتاب الشيعي بحار الأنوار 60-208، تفسير القمي الشيعي صائد 596. راجعوا وسجلوا من خلفي. النقطة الثانية قال شيخ نسبه إلى أبي عبد الله انتحوا مصر، اوعوا تدخلوا مصر، تروحوش مصر. ربنا يقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. دول يقول لك لا، قال انتحوا مصر، لا